الاخوان انتوما اللي معنا هنا اللي عنده جوجل يدير هذا راه كاين في فرنسا. هذا كيتسمى كيتو بلاتي كيتوكونازول. هذا كيتوكونازول كاين غير في فرنسا، ما كاينش في المغرب ياك. وهذا راه كيعرفوا الناس لاش كيلاقي اللي في فرنسا ياك. هذا معروف عندنا، هذا كلارتيك، هذا كاين في المغرب ياك، كيتسمى كلارتيك ياك. هذه بوماده اخرى سميتها كلينيديرم، معروفه ديالاش. هذه فوتو كريم من فرنسا حتى هي، ماشي ديال المغرب ياك. هذه سميتها حتى هي كيتوكونازول، هذه حتى هي بوماده كيتوكونازول. هادو كلهم الاخ حمزه، هادو ديال نعم أخويا. الحساسيه، هادو ديال الحكه، ديال الحكه. سمعتيني؟ انا الله. عندي الحساسيه في وجهي، انا شي نحيد اللحيه عندي العذر، والله حتى عندي العذر، وسولت عليها قالوا لي انت عندك العذر، ولكن ما بغيتش نحيدها، بغيت نهار اللي نموت ونتلاقى مع الله عز وجل يتلاقى معايا باللحيه ديالي. لذلك انا الشخص اللي كتشوف فيه راه كندوش يوميا كنغتسل الله باش يشافيك انني أخويا. باش انني نحافظ على اللحيه ديالي. لو كانت هاد اللحيه عندك انت اخويا حمزه ولا شي واحد اخر، والله ما يخليها حتى نهار. أنت أخويا كمال طحت وكنفطر، معنا. اسمعني، وكنفطر انني علاش كنحيد الموستاج ديالي وكنحيد الزغب اللي هنا، حيت ملي كينوض لي الزغب كتنوض لي القشره، ومني كنبدا نحك كنتجرح من هنا، كنولي مجروح كامل هنايا. لذلك الطبيب قال لي ولي تحيد هذيك المساله هنا، واللحيه خليها وبقى تداوي فيها. دابا الدواء انا كندير مده 10 سنوات. الله يشافيك أخويا كمال. أنت شاحي. سمعت. ومع ذلك اخويا حمزه باش يطمئن القلب ديالك، الا رجعتي للحديث ديال الرسول عليه الصلاه والسلام، دابا اللي هبطتي من عندي غتدخل جوجل غتلقى فيه الجز وفيه الحف وفيه النقص، يعني 3 المواضيع، جز وحف الى اخره. سمعتي الاخ؟ لذلك حنا خويا حمزه، انا ماشي كنتاقص منك، حنا المغاربه خويا كنسيئوا الظن اكثر من اللي كنحسنوا الظن. لذلك الانسان ما عمره يسيء الظن، حتى يسوء. بحال دابا ملي كنلقى شي واحد داير شي حاجه مخالفه، حتى كنسول نقول لي الاخ هذيك الحاجه علاش دايرها، يقدر يقول لي راني مريض او عندي شي حاجه، كنقول لي اسمح لي الله يشافيك، باش ما نطبقش هذيك الحكم. وملي كتطبق الحكم ودخلت انت في اساءه الظن كيولي عندك الاثم اخويا حمزه. انا من هذا المنبر لا مسامح لك، سامحك الله. لا، حتى أنا مسامح لك أخويا قدام هاد الناس، هادشي اللي كاين. مسامحة. مرحبا. كاين شي سؤال اخر اخويا؟ واحد القضية أخرى عاوتاني، مرحبا. هذيك الكلمة ديال الراقي. نعم. دابا أنا كنشوف الناس دابا مثلا بحال دابا هاد الرقية ولات مهنة ياك. زيد. في هاد الزمن ديالنا هادي شحال ما كانش بحال هاد الوقت اللي راه دابا الراقي داير مكتب ديالو، داير كارت ايدونتيتي، المهم بحال هكا. دابا واش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيتلقب شي واحد من الصحابة الراقي عمر ولا الراقي عمير ولا الراقي هادي فلان؟ كان الاسماء واخا ديالهم مزيان، غادي نجاوبك. انا غادي نجاوبك دابا. أيوة. واش هذوك الناس اللي في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، عمر او لا علي او لا عثمان الى اخره، واش كاينين معنا دابا حاليا؟ لا ما كان. العقيده اللي كانت في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام والتقوى كاينه معنا، كاينه عندنا حاليا العقيده والتقوى. لا ما كان. واش هذوك الناس كانوا كيفيقوا صلاه الفجر؟ دابا ملي كتمشي للفجر شكون اللي كتلقى؟ كنلقاو الدراري صغار، كنلقاو هذوك الشيبان اللي ما قرب كانش. يموت، اللي خايف من ملك الموت، هو اللي كنلقاو في الجامع. اما 18 20 29 الا من رحم الله عز وجل. واش الدعوه والحروبات والجهاد في سبيل الله كاين دابا؟ المخير فينا دابا ما قاد يجاهد حتى في النفس ديالو. المخير فينا دابا ما قادش يحيد المانطه مع 7 الصباح ويمشي يخرج للفجر ويصلي. سمعتيني؟ انا غادي نجاوبك. كلمه راق مذكوره في القران الكريم في سوره قاف، والتفت الساق بالساق وقيل هل من راق، بمعنى الراق هل من معالج، هل من طبيب. الا درتي غير التفسير ديال هذه الكلمه ديال هذه وقيل هل من راق، غتلقى هل من طبيب، هل من معالج الى اخره. حنا ملي تنقولوا راقي، منين استنبطنا الكلمه ديال راقي؟ من الرقيه الشرعيه. ملي كنقولوا هناك نجاره هناك نجار ياك، هناك محامون هناك محامي ياك، هناك كنقولوا يعني كل حرفه كتلقب بواحد. هناك اطباء هناك طبيب، هناك وكلاء هناك وكيل. سمعتي الاخ الكريم؟ ونزيدك واحد القضيه، انا ما كندافعش على الرقاة، انا ندافع على الرقيه، ولكن الرقاة حاليا المراكز ديالهم اخويا حمزه، حاليا المراكز حالين. واش كيمشيو يديروا قنب للناس كيجروهم صحه؟ لا، انا شفت غير دوك الاثمنه ديالهم اللي باهظه، ومع القضيه ولات بروفيسيونيل ماشي. واخا انا ماشي نقول لك مشكل. اخويا كمال، انا اللي
خلاني نتسائل هكا داك الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جاتو واحد المرأة اللي فيها واحد الجن. المرأة السوداء. المرة الأولى منين جاتو قال لها اصبري ولك الأجر، بحال اللي ما بغاش يداويها المرة الأولى. والمرة الثانية عاوتاني منين جات عاوتاني قال لها صبري ولك الجنة. وعاوتاني منين ما قدتش المرة الثالثة عاد قال له اخرج يا عدو الله أنا رسول الله. لا انا غادي دابا نشوف دابا هاد المرأة الرأي، السوداء دابا أول حاجة ما فين خرجش منها، الصح؟ لا ما خرجش منها. انا باش صح عليك، جاءت امراه الى الرسول عليه الصلاه والسلام ملقبه بالمراه السوداء، قالت يا رسول الله اني اسرع. شنو قال لها الرسول؟ قال ان شئت دعوت الله لكي يشافيك وان صبرت فلك الجنه. الا بغيتي ندعي لك الله يشافيك غتشافي، بغيتي تصبري عندك الجنه. قالت لي مرحبا، قالت لي بغيت نصبر. شوف هذه كان عندها عقيده، كان عندها يقين بالله عز وجل، وكانت عندها ثقه في الرسول عليه الصلاه والسلام. قالت لي نصبر، بغات الجنه. يعني هذاك العمل ديال هذاك الصرع هو اللي غيدخل الجنه. علاش؟ لان الرسول هو اللي وعدها. مني مشات رجعات قالت لي يا رسول الله راني مني عندما اسرع فاني اتكشف، فان الخبيث يكشفوني، فادعوا الله لي الا اتكشف. قالت لي ادعي الله لي الا تسرعت في الزنقه ولا في شي بلاصه يعني ما نقطعش حوايجي. قال لها فلك ذلك وصبرات وليها الجنه. هنا هاد النساء اللي عندنا دابا خويا حمزه، هاد النساء اللي عندنا واش غتصبر؟ وما ما كتصبرش على شوكه الا دقاتها، عاد الا دراتها كدير فيها حاله. سمعتي يا خويا حمزه؟ ونزيدك لما ندير الراقي خويا، حنا كنعرفوا ان الحديث مشهور ديال السعيد الخدري رضي الله عنه، وبزاف ديال الناس يقول لك لا وراه غير هذاك. سعيد الخدري اخويا حمزه كان في سفر وجاهم الجوع، وكانت واحد القبيله حداهم مشاو باش لكي يضيفوهم، ما بغاوش فابوا ان يضيفوهم. الله عز وجل شنو دار؟ الله كتب المقادير لهذوك الناس باش انه يتصاب الامير ديالهم، ولد غات وعقرب، ولاو كيقلبوا لي على طبيب على معالج. هو يصيفطوا واحد الخدام عند هذوك الصحابه ويقول لهم هل فيكم من راق؟ ويقول لهم سعد خضري نعم كاين، ويمشي. دخل لقى هذاك الامير ضاربه العقرب. وشنو قالوا ليه؟ قالوا ليه الا شافيتيه نعطيوك اللي بغيتي. قال لهم غضربوا لي سهم في هذيك الغنم، كان عندهم الغنم غتعطيوني واحد السهم، واش 100 راس واش 150 راس، انا ما حدوهاش العلماء. هو يرقي بالفاتحه جاب الله الشفاء، خدا هذيك الغنم ديالو هو يريح مع راساته. قال واش هذه اللي درت انا رقيه ولا ماشي رقيه؟ من يمشي عند الرسول قال لي لقد فعلت كذا وكذا. قال رسول الله فاعرضوا علي رقاكم. مني قال لي راه بالفاتحه، قال انها رقيه ما دامت خاليه من الشرك، ما فيهاش لا تمتمات ولا همهمات. قال لي راها رقيه. وشنو قال لي الرسول؟ قال لي اضربوا لي معكم سهما في تلك الاغنام. هو ما كانش معاهم الرسول، وقال لهم اعطوني حقي من هذيك الغنم. وقال في الاخير ان احق ما اخذتم على الاجر هو كتاب الله عز وجل. بمعنى احسن حاجه تاجرتوا عليها هو كتاب الله. خلاف دابا كتمشي عند الانسان كتقرا عليه القران كيجبد لك 400 ريال كانه يذل ذلك القران ويذل ذلك الكلام، كلام الله عز وجل. ولكن ملي كتكون شي عقيقه ولا كتكون شي كنقولوا شي موعظه وكيجيبوا الامام وكيجيبوا هذاك اللي كيدير الخطبه كيعطيو 1000 درهم 900 درهم يعطيو 2000 درهم. ولكن ملي كيجي الراقي مسكين الذي يحارب شياطين الجن ويحارب السحر كنقولوا راه كيدي فلوس كثيره. نعطيك واحد القضيه خويا حمزه. فبارك انا اول البارح كنت مشيت لواحد الرقيه والبارح بالليل كنهضر مع الناس هنا، راه كانوا الناس اللي كيتبعوني ضرني راسي واحد الالم فظيع. عرفتي شنو واحد الالم فظيع؟ واقسم بالله تضرب راسك مع الحيط. واليوم ما عادش فقت اليوم، ما فقت اخويا حتى للربعه العشيه عاد فقت. ما صليتش الفجر وما صليتش الظهر وجاب الله تلاقيت مع العصر بسبب هذاك الالم الفظيع، وباقي دابا راسي كيضرني بسبب هذيك الرقيه اللي مشيت لها. واش من ربح عندي اخويا حمزه من هذا الشيء كامل انايا؟ الا ضاع لك الفجر راه ما عندكش ربح. ولا مشات لي الصحه ديالي شمن ربح عندي اخويا حمزه؟ هي ما عندكش الربح اخويا. ملي كيتعادوا ليا وليداتي شمن ربح عندي اخويا حمزه؟ ايوا الواحد لا ضرر ولا ضرار ماشي الواحد لا. كيقول لك اسمع، كيقول لك خلاو جدودنا قدام. كيقول لك اللي قال العصيده بارده يدير فيها يده، اللي قال ان الرقيه راه سهله يجي عندي انا بقطايه كمال ونولي نديه معايا، نعطيه الباف ونعطيه الميكرو ونقاد ليه الامور ولكن انا ما هضرتش ونبقى انا عليهم كاملين، انا نقول له هضرت عقل وانا غير نشوف. انا متفق معك اخويا كمال. انا ما هضرتش عليهم كاملين، انا كنشوف شي تجاوزات انه كاينين المراه كتحجز موعد مع الراقي وجايه غير بحدها وعارفه جايه غير بحدها وجايه من مدينه
من مدينه اخرى بعيده عليه، وكتدخل عنده كيدير الرقيه تما هو وياها. المهم بزاف الاثمنه هذاك عاوتاني الراقي، كبيرة. شوف هذاك الراقي اللي كيدخل المراه وعنده مركز وكيدخل المراه بدون محرم، هذاك اصلا ماشي راقي، هذاك شيطان. انا كنقولها وعندي فيديوهات وعندي خرجات اخويا. الا دخلتي غير الفيسبوك ودرتي كامل بقطايق غتلقاني في جميع المنابر الاعلاميه، في شوف تي في المنبر 24، في الجهويه بريس، في المحمديه، بزاف ديال القنوات. كنقول لهم الاخوان ما تبقاوش تصيفطوا عيالاتكم. وترى نزيدك واحد القضيه اخويا باش يطمئن القلب ديالك. انا كنت خدام في مركز مع اشهر راقي معروف في المغرب بلا ما نذكر الاسم ديالو. وترى كاين اللي كيجيب مرته بالكات كتقول لي شري بقى مع مرتك، كيقول لك خدام ماشي مشكله خليها تدخل بوحدها ياك. وكاين اللي ملي كتجي كتقول لها واختي ما تبقايش تجي دايره الماكياج وتجي لابسه العبايه، جي لابسه الخمار وديري الزيف، وهي عاد ما كتجيك مطلسه حجبانها وماكيه فمها ودايره الذهوبات وجايه باغا ترقق. اش من نروق يا خويا؟ انا ضد المسائل اللي قلتي انت، ضد المسائل هذه، ولكن راه الناس اللي باغا اخويا هادو حمزه هما الحوايج سمعتني. اللي ضيعوا قال لك حوته كتخدم الشوارع. هادو هما الحوايج اللي شوف انا خويا كنشوف انا كيهمني غير راسي اخويا. الرقيه قائمه، الرقيه ثابته، شاء من شاء وابى من ابى. لكن داكشي اللي كيديروه بعض الرقاة راهم غيتحاسبوا عليه يوم القيامه اخويا هادشي حمزه. اللي كاين اخويا. والرقاة حالين المراكز ديالهم، وكل واحد كيفاش كيخدم. كيقول لك بالدارجه، كيقول لك انا راه عندي قالب باش نخدم. حيت كاين بعض الناس كتقول لي خويا راه ما عندك والو، كيقول لك انت ما راقي ما والو. كتقول لي خويا انت سير راقي راسك، كيقول لي انا بغيت راقي. انا نعطيك واحد القصه وقعت لي انا دابا. واحد خطره انا مريح في الدار ديالي، عيط لي واحد السيد، هذه ديجا قلتها للدراري. عيط لي قال لي السلام عليكم معايا فلان. قلت له مرحبا. قال لي راه عندي واحد بنتي بغيت ندير لها الرقيه. اسمعني مزيان. قلت له شحال عندها من عام عمي؟ قال لي راه عندها 6 سنوات. قلت له واش هاد 6 سنوات ما تقدرش ترقى انت بالفاتحه وبايه الكرسي بالمعوذتين اللي ثابته عن الرسول كما رقى بها الحسن والحسين؟ نصحته. قال لي لا الهضره ما بغيتش نسمعها وانا بغيت راقي وراه لاباس عليه انا ما عارفوش. صافي هو يقطع معايا قال لي انت شوف، قال لي انا نعاود نتصل بك. قلت له مرحبا. هو يعيط لي هذاك الدري صاحبي اللي عطاه النمره، قال لي فينا كامل. قلت له بخير. قال لي يعيط لك واحد السيد راه لاباس عليه، راه عنده راه مشي يعطيك حتى 5000 درهم. قلت له راه عيط لي وراه الدري اللي غنمشي عنده راه عندها السنين، يعني ماشي شي دريه اللي كتصراع، والدريه اللي كيطلع فيها الجني او اللي كتشري الحويجه او شي حاجه. ديك الساعه نمشي نقدر نقوم بالواجب ديالي. اشنو قال لي؟ قال لي حمار. قال لي يا صاحبي راه غيعطيك. قلت له اخويا ما نقدرش نرقي دري عنده 6 سنوات. عيط لي السيد من يقطع معايا الراقي صاحبي، عيط لي السيد قال لي الو. قال له هذاك اللي عطيتيني ما راقي ما والو. قال لي اخويا شوف كيفاش دير، جي عندي حتى هو كان مسافر في اكادير، والله الا شد الطريق من فهاديك الليل وجا رقى عليه الدريه وعطاه 5000 درهم. وجا عندي المحمديه قال لي يا ضيعتي حاجتك ويقلز ليا. قلت له اخويا انت بغيتي هكاك، انا بغيت نعرق عليها. يلا اذا ملي كنجيو نقلبوا الناس اللي باغا هكاك. سمعتيني؟ واخويا هاد انت المجتمع ديالنا الله يهديه. ايوا ولكن نزيدك بعيد واش هذوك بعيد الناس لكن اللي بعيد هذوك على الناس اللي كيطعنوا الدين. في الرقيه كيقول لك الرقيه ما كايناش، والمخير فيه كتلقاه كيدير وراه الشمع، حتى الناس المخير فيه اخويا تلقاه شوف. كيدير اللدون، انا هاد المخير فيه الهضره تلقاه اللي كيدير غادي نقول الحجابات. انا هاد الهضره اللي غادي نقول ماشي ضدك وماشي ضد الرقعات. حتى المجتمع ديالنا الاغلبيه ديالو ما فاهمش الدين وبعيد على الدين. راه بنادم بالامكان ديالو انه يرقي راسو من غير الا كانت عنده واحد الحاله مستعصيه ولا واحد الحاله خطيره ولا يقدر يستعان. اما راه وانت الرقيه اخويا حمزه راه غير كدير هكا بيديك بحال اللي غادي تعي. ولا راه شوف دابا راه ملي كنقولوا الرقيه وكتبقى ترقي راسك وكتنفخ في يديك وترقي وتصوت في يديك ترقي وتصوت في يديك، وفي التالي كتدوز على الجسم ديالك كامل. ها انت ترقيت. واخا انا غادي نجاوبك اخويا ديرها في حمزه. الصباح شي ملي وديرها كنقولوا في الليل رقيه وديرها اسمع، في الصباح خاص وديرها الناس في يعرفوا الليل. ما معنى الرقيه. راه دابا الناس كيصعبوا ان الرقيه هو ان يقرا عليك الراقي. لا، راه الرقيه بحد ذاتها راها وقايه. ما معنى وقايه؟ وقايه من عين الانس، وقايه من عين الجن، وقايه من السحر، وقايه من الحسد، وقايه من عذاب الله، بزاف ديال الحوايج. الرقيه راه هي المحافظه على الصلوات، الرقيه هي المحافظه على الاذكار، اذكار الصباح، اذكار المساء، اذكار النوم. الرقيه هي قراءه الورد اليوم من القران الكريم. الرقيه هي الصداقات. الرقيه هي هي الابتعاد الوضوء عن هي النميمه. الوضوء. الرقيه هي الابتعاد عن الغيبه. وهادشي ما عارفينوش الناس اصاحبي، هادشي راه ما كيديروش، بزاف. والله ما كيديروا. وراه بنادم ما كيصليش، بنادم السلام بعيد عليك على وما بنادم تيصليش ما وتقول لك كيحطش لا الجبهه ديالو ورقي الارض. راسك براسك. بنادم ما كيحطش الجبهه ديالو الارض السلام وكيقول لك عليكم. لا انا خصني الراقي. انايا رقيت وما تشافيتش. وبعدا انت دير الاسباب. ولي توضا، ولي تصلي، ولي دير الاذكار ديالك الصباحيه والمسائيه، ولي تذكر الله كثيرا،
واللي تصلي الفجر غادي تكون في حفظ الله من الصباح حتى المساء. راه ما كيديروش اخويا حمزه، هادشي اللي كتقول فيه انت راه ما تيديروش اصاحبي. شوف راه الناس، شوف حنا عندنا النفاق. سمعتيني؟ عندنا النفاق الاجتماعي. كيقول لك راه خاصك ترقي راسك براسك. ملي كطلعوا نقول لهم معنى الرقيه كيقول لك واه ما الرقيه هي نصلي وهي ندير، واخا ماشي مشكل. كنقول له انت كتصلي؟ تيقول لي اخبارك ان قال رسول الله عليه الصلاه والسلام سميتو قال عليه الصلاه والسلام للصحابه، قال لهم اتدرون ما هي اعظم سرقه؟ اعظم سرقه قالوا الله ورسوله اعلم. قال اعظم سرقه هي السرقه في الصلاه، لا يتمون ركوعها ولا سجودها. وهم هاد الناس اللي هنا راه كاين 70 عام وكيصليو الصلاه ما مقبولاش، ما كيعرف الاركان لا سميتو لا واجبات لا مبطلات حتى شي حاجه. كان كنصلي كتقول لي متى يكون السجود البعدي والقبلي؟ ما عرفوش. وكيفاش انت كتصلي؟ كيفاش الله يقبل الصلاه ديالك؟ وكيفاش الله غادي الله يحفظك؟ يهدينا خويا، الله يهدينا الانسان خويا معه كمال. وزر. انا كنطلب منك السماحه مرحبا، المسامحه مسامحه اخويا، مرحبا خويا. بك على الراس والعين.